هنا على هذا الملعب من الوصل 3-1 وخسارة من العين ب3 أهداف مقابل هدفين. كرة بالكعب الحسن صالح خطيرة، سجل الملك أولا مع بداية شوط المباراة الثاني. الحسن صالح يسجل أول أهداف الملك، والشارقة يتقدم في هذا الديربي في الدقيقة الأولى على بداية شوط المباراة الثاني. الحسن صالح الذي صنع هدف لتيغالي في المباراة الماضية في الدوري أمام الوحدة، الآن يلعب دور الهداف ويسجل أولا لمصلحة الشارقة في هذا الديربي في مرمى الراقي. لكن عينك على اللمسة، على التمريرة الحاسمة، على الأسيست بالكعب. نعم، كايل لوكاس الحسن صالح اللي يسجل هدف أول بكرة قوية في شباك نادي البطايح ليتقدم بهدف المباراة الأول. هذا الهدف اللي انتظرناه بالتأكيد يأتي مع مطلع وبداية شوط المباراة الثاني، والشارقة يتقدم بهدف في هذا الديربي. محمد أحمد يستعيد هذه الكرة، شوف الأخطاء والكرة للأمام باتجاه موسى ماريجا، انطلق فيها ماريجا، حاول فيها ماريجا، فعلها أخيرا، سجل موسى ماريجا هدف ثاني لمصلحة الملك في الدقيقة 65. والأفراح هنا في المدرجات بهدف يسجل المالي في توقيت مهم جدا عن طريق ماريجا. كرة تخدع حارس المرمى إبراهيم عيسى ليسجل هدفا ثانيا لمصلحة الملك. سجل موسى، يستغل خطأ في التمرير في وسط الملعب، الكرة بغير اتجاه المدافع وتستقر في مرمى إبراهيم عيسى. فترة ويا لها من فترة، نتمنى أن تعود فترة بالتأكيد. تسديدة، الله، سجل البطايح الراقي، سجل الراقي هدف ويا له من هدف في منتهى الروعة. اسماعيل عمر يسجل هدف يقلص من خلاله الفارق في وقت الحديث عن أجمل فترات كرة الإمارات. يسجل أمامنا اسماعيل عمر بكرة تستقر على يسار عادل الحسني، تصدع عادل لكرة أصعب من هذه الكرة، ولكن أمامنا التسديدة من هذا المكان ومن هذه المسافة البعيدة جدا. اسماعيل عمر يعيد الأمل من جديد للراقي في هذا الديربي ويقلص الفارق في الدقائق الأخيرة. قوية، وكان ممكن أن نتعامل معها بشكل أفضل عادل الحسني.